سيدتي الجميلة، يومك سعيد. أهلا بيكي في يوميات البحث عن السيروتونين هرمون السعادة. لو أول مرة تشوفي قناتي، أنا اسمي شيماء، صيدلانية وسبت شغلي علشان أتفرغ لبيتي وأولادي التلاتة. هدفي من القناة إن أنا أسيب أثر طيب في نفوسكم، لعلي أنفعكم بنصيحة أو بتجربة شخصية مريت بيها وتعلمت منها حاجة، أو بمواضيع طبية تهمكم، أو بريفيوهات عن أجهزة جبتها في بيتي ونفعتني. في كل مرة بمارس حياتي في وسط أولادي هناقش معاكم موضوع مهم لعلي أنفعكم بيه أو ألفت نظركم ليه. أهلا بيكم في قناتي. قبل ما أدخل في موضوع فيديو النهاردة، بفكركم ونفسي بقراءة سورة البقرة كل 3 أيام في بيوتكم، وكمان بفكركم وسط الظروف اللي احنا عايشينها دي كلها، قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل واحد يبتدي ببيته وبأولاده، وإن شاء الله ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. وكمان بفكرك إن انتي تمشي كل يوم على الأقل نص ساعة علشان تحفزي إنتاج الإندورفين في جسمك، وده مسكن طبيعي الجسم بينتجه ولكن ليه تأثير زي المورفين. وكمان إنتاج السيروتونين اللي هيحسن مودك ويخليكي عندك قابلية أكتر لاستقبال المشاكل والضغوطات والتحديات اللي بتواجهيها كل يوم في تربية أولادك والمهام المنزلية اللي عليكي. كم مرة بقى يومك وقف كده ومشاويرك اتأجلت بسبب الصداع؟ كم مرة حسيتي انك عاجزة عن خدمة نفسك وبيتك وأولادك بسبب الصداع؟ كم مرة نمتي وصحيتي والصداع ملازمك وانتي واخدة مسكنات قد كده ولا عملت أي نتيجة؟ انتوا عارفين ان البنات والسيدات اكتر عرضة للإصابة بالصداع النصفي اكتر من الرجالة؟ تفتكروا ليه؟ دوت نتيجة المنستريوال مايجرين أو الصداع النصفي المرتبط بالدورة الشهرية. طيب، عارفة كمان إن 60% من دورتك الشهرية بيصاحبك فيها صداع نصفي؟ وبالتالي أنا متأكدة إن تقريبا كل اللي بيسمعولي جالهم المنستريوال مايجرين في فترة معينة من حياتهم، لو ما كانش بيجيلهم بشكل متقطع أو بشكل مستمر مع دورتهم الشهرية. خلينا كده بشكل بسيط نقول سبب المنستريوال مايجرين ايه. السبب الرئيسي ليه هو ان هرمون الاستروجين مستواه بيقل بشكل ملحوظ في الجسم قبل ما البريود بتنزل. هرمون الاستروجين دوت مهم جدا لانه بيحفز انتاج نواقل عصبية مهمة جدا 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 في الجسم، بتتحكم في مودنا، وكمان بتأثر على إحساسنا بالتعب وبالإجهاد. زي إيه؟ زي السيروتونين اللي إحنا بنطلق عليه مجازا هرمون السعادة، وزي الإندورفين ودوت مسكن طبيعي الجسم بينتجه وبيكون ليه تأثير المورفين، وزي الدوبامين. أول بقى ما بيقل إنتاج النواقل العصبية دي بيحصل لنا بناء على كده حاجات طبعا كلنا مش بنحبها أو بنسميها الBMS، البري منستريوال سيندروم، أو مجموعة من الأعراض بتحس بيها أي بنت أو أي سيدة قبل ما البريود بتنزل لها. وطبعا من أهمها ومن أبشعها الصداع النصفي. من الأعراض دي إن انتي بتدخلي في مود وحش أو بتحسي إن انتي عندك اكتئاب أو مخنوقة، ودايما بيصاحبك بقى ذكريات مش لطيفة، بتبتدي تفتكري حاجات وحشة حصلت لك في حياتك دايما في الفترة دي. كمان بيزيد حساسية الجهاز العصبي ناحية الأصوات العالية وناحية الضوء. وطبعا كمان في بعض الحالات بيصاحب الBMS أو في الفترة اللي قبل نزول البريود حالة من النوزيا أو غممان النفس. أنا النهاردة بالذات هتكلم عن المنستريوال مايجرين أو الصداع، لأنه من أبشع الحاجات اللي الإمباكت بتاعها أو تأثيرها بيكون سيء جدا على حياتنا. بيحصل معاها مشاكل كتيرة بحياتنا، بتحسي ان انت يومك بيقف، بتحسي بعد ما الصداع كمان بيتسحب من راسك او بيخف بتحسي بإجهاد شديد جدا في جسمك. وهقول لكم كمان على شوية تبس ازاي نقدر نقلل امباكت او تأثير الصداع على جسمنا وعلى حياتنا
في خلال الفيديو. طيب لو اتكلمنا كده بشكل طبي عن المينستريال مايجرين، هنلاقي ان في منه نوعين. نوع كده ظريف ولطيف اسمه البيور مينستريال مايجرين. ظريف ولطيف ليه؟ لانه بيجي قبل البيريود بيوم او بيومين، او بعد ما البيريود بتبدأ بيوم او بيومين، فهو محدد في جزء معين من دورتك الشهرية، فبالتالي بتقدري تعملي كنترول عليه من قبلها على طول، وخلاص انت عارفة ان هو بيجي يومين قبل يومين بعد وخلاص الموضوع انتهى. لكن النوع التاني ومع الأسف هو الأكثر شيوعا، اللي هو المينستريال ريليتد مايجرين. المينستريال ريليتد مايجرين دوت بيجي قبل البريود بيوم أو بيومين، أو بعد ما بتبدأ بيوم أو بيومين، أو في خلال الشهر. طيب طبعا دي من الحاجات السخيفة جدا. هقدر اعمل كنترول عليها ازاي؟ نقدر نستغل التكنولوجيا الموجودة دلوقتي والابليكيشنز اللي موجودة، ان احنا ننزل ابليكيشن على الموبايل بتتبع الدورة الشهرية. بيكون في الابليكيشنز دي ان انت بتسجلي النوتس او الاعراض اللي بتحسي بيها في خلال ايام دورتك الشهريه كلها، فبتقدري تحددي الصداع بيعمل لك اتاك في اي ايام من دورتك الشهريه. هيكون دوت على جميع الأشهر أو بطول الأشهر كلها من دورتك الشهرية، فبتقدري إن انتي تجهزي نفسك من قبلها وتستعدي للفترة دي. بما إن النوع التاني السخيف ده اللي بيجيلنا وبيعمل لنا أتاك في أي أيام تانية غير الأيام اللي قبل البريود على طول، من الأفضل إن انتي تتابعيه بالأبليكيشن. طيب أنا أقدر أميز إزاي المينستريال مايجرين عن الصداع العادي؟ الصداع المرتبط بالدورة الشهرية بيكون صداع بيقعد لفترة أطول، يعني ممكن يستمر معاكي باليوم وباليومين، وكمان بيكون مقاوم للمسكنات. يعني بتاخد المسكن تأثيره بيكون خفيف قوي عليه، يعني تحس إنه صداع خف شوية لكن ما تسحبش خالص من راسك. بعد بقى ما عرفنا ايه هو المينستريال مايجرين وعرفنا كمان هو بيحصل ليه، دلوقتي عايزين نشوف حلول عملية علشان نقلل الامباكت بتاعه على اللايف ستايل بتاعنا، ونقدر نعيش حياتنا واحنا مبسوطين بأقل تعب ممكن يجيلنا، ونتجاوز مرحلة الصداع اللي فعلا بتشل حياتنا. وكمان نتجاوز مرحلة المشاكل اللي بتحصل دايما في الفترة دي ما بين الزوجين أو ما بين البنت وأهلها، ونقعد نكتب اتخانقنا خناقة العيد ولا لأ. الموضوع والله مش كده أبدا يا جماعة. الموضوع إن فعلا في الفترة دي نتيجة الدروب اللي بيحصل في الاستروجين وبيصاحبه انه بيقل السيروتونين وبيقل الدوبامين ويقل الاندورفين، حاجات مهمة قوي 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 لجسمنا، بيخلي مودك مش لطيف. هنقسم بقى الحلول لحاجتين، حاجات احنا هنتناولها، يعني هناخدها من أدوية بنسميها في الصيدلة OTC أو over the counter، يعني أدوية مش محتاجة إن انتي تروحي لطبيب علشان يكتبها لك في روشتة وتصرفيها، بتروحي تصرفيها على طول من الصيدلية. وطبعا دي بتكون أولها طبعا المسكنات قبل البريود بأسبوع، وزي ما قلتلك انتي بتتتبعي البريود بتاعتك بالابليكيشنز اللي موجودة على البلاي ستور، تقدري تختاري أي اب انتي هتكوني مرتاحة فيه وتنزليه وتتابعي بيه البريود. طبعا اهم المسكنات دي اللي هتاخديها قبل البريود باسبوع هو البنادول. تقدري تاخديه مثلا في اليوم مرتين او 3 مرات، او لو الصداع انت عارفة ان هو بيجيلك بشكل قوي جدا، هتبتدي تعلي البين كيلر اللي انت بتاخديه، تتحركي من البنادول الازرق، وانا بفضل البنادول الازرق واقول لكم ليه كمان شوية. ممكن تاخدي البروفين او البايبروفينيد او تاخدي الفولترين. دي مسكنات بتكون أقوى شوية من البنادول في حالة إن الصداع بيجيلك بشكل قوي جدا. تاني حاجة هنعملها إن إحنا نحاول في الفترة دي
نوقف تماما الكافيين او نقلله على قد ما نقدر. يعني في ناس كتير هترد عليا تقولي انا ما بقدرش ابدا يومي من غير كوبايه القهوه او النسكافيه. خلاص يبقى على الاقل تقلليه على قد ما تقدري، لان الكافيين من الحاجات اللي بتزود الحساسية بتاعة الجهاز العصبي، ممكن تعمل اجيتيشن. لو انتي بتشربي نسكافيه كتير او بتشربي قهوة كتير، حاولي تقلليها على قد ما تقدري، بدل ما تشربي فنجانين يبقى كفاية فنجان واحد الصبح. علشان كده من شوية لسه كنت بقول لكم ان البنادول الازرق افضل بكتير. نقدر نستبدل المشروبات اللي فيها كافيين بمشروب هايل، وبجد انا عايزة اعمل عليه فيديو لوحده، هو مشروب الزنجبيل، سواء كان الباودر او الزنجبيل الاخضر اللي هتبشريه، وقد معلقة صغيرة من الشاي من البشر بتاع الزنجبيل الاخضر هتصبي عليه المية المغلية وتحليه بالعسل وتشربيه، او الزنجبيل الباودر العادي. طيب ليه بقى بنبدل المشروبات اللي فيها كافيين بالزنجبيل؟ الزنجبيل مهم جدا لانه بيقلل فعلا الاحساس بالاجهاد، في مواد مضادة للالتهاب. وتاني حاجة انه بيقلل النوزيا اللي ممكن تحس بيها في الفترة اللي قبل البريود او غممان النفس اللي بيكون عندك. كمان بينظم حركة الامعاء. كمان من الحاجات الجميلة اللي بيعملها الزنجبيل انه بيحافظ على مستويات السكر في الدم، وده مهم جدا في الفترة دي، ان انت كمان تقللي السكريات والنشويات على قد ما تقدري. تقدري بقى طبعا في الفترة دي تستبدلي النشويات والسكريات العالية بان انتي تاخدي دارك شوكليت، وهقولك ليه كمان شوية. لان الدارك شوكليت من الحاجات البديلة الكويسة جدا في الفترة دي اللي هتحسن من مودك، وليها فوائد كبيرة، من اهمها وجود عنصر المغنيسيوم فيها. طيب هنتكلم بقى، ندخل بقى على المرحلة اللي بعدها، ان احنا مهم قبل البريود بأسبوع ناخد مغنيسيوم بتركيز 400 ملي جرام في اليوم. طيب ايه أهمية المغنيسيوم بقى؟ المغنيسيوم بيدخل في عملية السنسز أو التخليق أو التصنيع بتاع البروتينات اللي موجودة في الجسم والنواقل العصبية اللي موجودة في الجسم. هناخد المغنيسيوم يا في صورة أقراص، يا إما لو تقدروا إن انتوا تزودوا كمية الأكل اللي موجود فيها مغنيسيوم تدخلوها في نظام الأكل بتاعكم بشكل مكثف. زي ايه؟ المغنيسيوم موجود في الاوراق الخضراء زي السبانخ، زي الجرجير، زي الخس، زي المحشي. يا جماعة بجد المحشي من اكتر الاكلات الصحية. ما تسمعيش كلام اي حد يقولك المحشي مش صحي، لا، المحشي من الاكلات الصحية جدا. بيعتمد بس هو هيكون صحي قوي او مضر شوية بصحتك على الطريقة اللي انت بتعمليه بيها. زودي الخضرة على قد ما تقدري. عمرك ما تشوفي حد جايب شوية كزبرة خضرة او شوية شبت وبياكلهم كده جنب الاكل، استحالة. لكن ده بيتقطع وبيتحط في خلطة المحشي. كتري قوي الخلطة الخضرة اللي هتحطيها على خلطة المحشي، وفي نفس الوقت خلي الصباع بتاع الكرنب بيكون رفيع. ده غير ان الكرنب نفسه، ورق الكرنب نفسه مفيد جدا وفيه كميات من مضادات الأكسدة عالية جدا. طيب ايه كمان من الاكلات اللي فيها مغنيسيوم بنسبة عالية؟ المكسرات زي الكاجو، زي اللوز. طيب الحاجات دي لو سعرها عالي شوية دلوقتي ممكن نستبدلها بالفول السوداني او زبدة الفول السوداني. هاتي سوداني عادي وكليه، يعني في اليوم كده مثلا معلقتين كبار من السوداني، هتكون مفيدة جدا بالنسبة لك. بالنسبة للفاكهة زي الافوكادو وزي الموز. طيب برضو لو الافوكادو سعره عالي شوية ممكن هنستبدله بالموز. تقدري تفطري الصبح تعملي سموزي الموز باللبن بالعسل، او الافوكادو باللبن والعسل، اللي تقدري عليه منهم توفريه او تجيبيه. وكمان الدارك شوكليت من الحاجات اللي فيها نسبة عالية جدا من المغنيسيوم، لكن نكون جايبين نوع كويس من الدارك شوكليت. ناخد بالنا ان المغنيسيوم بيقل تركيزه في الجسم لما بناخد اكل
مصنع زي السوسيس والهوت دوج واللانشون والحاجات دي نحاول نقللها على قد ما نقدر في الفترة دي، والأكل اللي فيه سكريات بنسبة عالية، وكمان مع الإجهاد الشديد. يعني مهم قوي 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 في الفترة دي اللي قبل البريود إن احنا نحاول نقلل المجهود اللي احنا بنعمله على قد ما نقدر. يعني مش لازم قبل البريود تقلبي الشقة وتقولي أنا هلم السجاجيد وهنضف وهعمل. حاولي تحافظي على نفس الجهد اللي انتي بتبذليه في الأيام اللي قبل كده، تفضلي مستمرة عليه في الفترة دي. بعد ما البريود بتيجي تقدري بعد كده بقى تعملي أي تغيير في المجهود اللي انتي بتعمليه أو في نشاطك اليومي العادي. في كمان مكمل غذائي مهم قوي، ولكن انا ما بنصحش ادي اي حد بيه الا بعد استشارة الطبيب. هو حمض اميني وبيصنف على انه مكمل غذائي، اسمه التريبتوفان. التريبتوفان هو مادة بتساعد الجسم في تصنيع البروتينات زي السيروتونين والميلاتونين. وبصوا يعني شوفوا احنا طول الفيديو بنتكلم عن اهمية السيروتونين قد ايه في جسمنا وتأثيره على مودنا، وانه لما بيقل قبل البريود شوفي مودك بيبقى عامل ازاي، وشوفي بتكوني متعصبة ازاي. مادة التريبتوفان موجودة في صورة أقراص، نقدر ناخدها برضو قبل البريود ما بتيجي بأسبوع. بتحسن جدا من مودنا، بتحسن من اضطرابات النوم في الفترة دي. في حاجات بقى مش مرتبطة بالأدوية هنعملها علشان نتخطى مرحلة إن يجيلنا صداع في الفترة اللي قبل البريود. هي إن أنا أتمشى نص ساعة كل يوم في مكان مفتوح فيه خضرة وفيه شمس، يفضل طبعا الصبح بدري جدا الساعة 7 مثلا. ده علشان يعلي عندنا مستوى السيروتونين. وتاني حاجة ان احنا نحافظ على روتين ثابت من النوم، يعني ننام في ميعاد معين ونصحى في ميعاد معين، ما نحاولش نغير مواعيد نومنا في الفترة دي. وكمان نحافظ على الجهد المبذول، ما نزودش الإجهاد في الفترة دي أبدا، علشان نتخطى أو نتجنب تماما ان احنا يجيلنا صداع نصفي في الفترة دي. بتمنى يا رب يكون الفيديو فعلا افادكم، واتمنى ان انتوا تعملوا التبس اللي انا قلت لكم عليها علشان ان شاء الله يقل عدد المرات اللي بيجيلكوا فيها اتاكس من الصداع النصفي. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشاركوه مع اصحابكم وتشتركوا في القناة علشان الفايدة توصل لاكبر عدد من الناس. ويا رب يومكم سعيد، ويا رب مليان هاي دوز من السيروتونين هرمون السعادة. مع السلامة.